أهلا بيكم. لو بتعملوا محتوى فأكيد عارفين إن أكبر تحدي ممكن يقابل أي حد هو منين نجيب أفكار جديدة على طول. النهاردة بقى هنفك الشفرة دي وهنرسم مع بعض خريطة طريق تضمن إن صفحة الأفكار عمرها ما تفضى تاني. كلنا بنمر باللحظة دي، اللحظة اللي بنبص فيها للشاشة البيضاء ومش عارفين نكتب إيه أو نصور إيه. اللحظة دي بيسموها جفاف الأفكار، وهي دي صدقوني أكبر حيطة سد بتقف بين أي صانع محتوى وبين إنه ينجح وينتشر. علشان كده النهاردة هنرسم مع بعض خريطة طريق واضحة جدا. هنمشي خطوة بخطوة، هنبدأ من الصفر، من أول إزاي نلاقي الفكرة لحد ما نوصل بيها لمحتوى ناجح والناس كلها تتكلم عنه. طيب يلا بينا ندخل في الجد. أول حاجة لازم نتكلم فيها ولازم نعترف بيها هي المشكلة نفسها، الضغط النفسي اللي بنحس بيه عشان لازم نفضل مبدعين ومبتكرين طول الوقت. ده ضغط حقيقي جدا، وهو ده اللي بنسميه مشكلة الصفحة البيضاء. والحاجة اللي لازم تطمنا كلنا إن دي مش مشكلة عند حد لوحده، لا، دي مشكلة عالمية بتقابل أي حد بيعمل محتوى، سواء لسه بيبدأ أو محترف بقاله سنين. كلنا في نفس المركب، والإحساس ده طبيعي تماماً. والأهم من كل ده الخبر الحلو، إن ليها حلول، وحلول عملية جداً كمان. ودلوقتي وصلنا لأهم جزء، الحلول. يلا بينا نفتح صندوق العدة السحري ده اللي هيخلي بحر الأفكار ما يخلصش. المبدأ بسيط جدا على فكرة، بطلوا تخمين وابدأوا اسمعوا. اسمعوا الجمهور عايز ايه، اسمعوا هما بيتكلموا في ايه أصلا. أول أداة معانا هي Answer the Public. يا جماعة الأداة دي كنز، حرفياً كنز. بدل ما نقعد نخمن الناس بتفكر في إيه، هي بتقول لنا بالظبط إيه الأسئلة اللي بتدور في دماغهم. يعني مثلاً لو كتبنا فيها تسويق رقمي هطلع لنا كل الأسئلة اللي الناس بتسألها لجوجل. إزاي أبدأ؟ هو صعب؟ إيه أحسن كورس؟ كل سؤال من دول هو فكرة محتوى جديدة جاهزة للنشر. الأداة التانية هي جوجل ترندز، وهنا بقى بنتكلم عن التوقيت هو كل حاجة. جوجل ترندز بيورينا ايه اللي الناس مهتمة بيه دلوقتي في اللحظة دي، بيخلينا نعرف نركب موجة الترند صح، وده بيفرق 180 درجة في فرصة انتشار المحتوى. ونيجي لبصمه. عارفين مقولة ما تخترعش العجلة؟ الأداة دي هي تجسيد للمقولة دي. هي ببساطة بتورينا إيه اللي نجح خلاص في المجال بتاعنا، بتورينا إيه أكتر حاجة اتشيرت، إيه اللي جاب تفاعل عند المنافسين، وبكده بنتعلم من نجاحهم ونقدم حاجة أحسن كمان. وطبعاً المصادر ما بتخلصش، ممكن نحلل المنافسين، ممكن نتابع الهاشتاجات والأصوات الترند على تيك توك وإنستجرام، ننزل نقرأ كومنتات ونشوف الناس بتسأل عن إيه، أو حتى نطلع محتوى قديم ونعمله تحديث بفكرة جديدة. كل دي كنوز أفكار مستنيانا. طيب كل اللي فات ده جميل، بس دلوقتي خلونا نتكلم عن اللي غير شكل اللعبة كلها، الذكاء الاصطناعي. ده ما بقاش مجرد أداة بنستخدمها، لأ، ده بقى زي ما يكون معانا شريك في الإبداع. شوفوا الفرق. زمان العصف الذهني كان عملية بطيئة بنعملها بإيدينا وممكن نقف في أي لحظة. دلوقتي مع الذكاء الاصطناعي كل حاجة فورية ومعتمدة على بيانات حقيقية. بدل ما كنا بنخمن، هو بيحلل الترندات. بدل ما كان عندنا وجهة نظر واحدة أو اتنين، هو بيدينا أفكار من كل الزوايا الممكنة. الفرق شاسع. يعني مثلا مساعد زي تشات جي بي تي ممكن يعمل إيه؟ ده ممكن يعمل عصف ذهني معاك للمواضيع، يكتب لك مسودة أولى للسكريبت، يقترح عليك عناوين جذابة جدا، يراجع لك النص ويصلح الأخطاء. ده حتى ممكن يكتب لك بوستات السوشيال ميديا اللي هتروج بيها للمحتوى. يعني شريك متكامل. تمام قوي. كده بقى معانا الفكرة ومعانا الأدوات اللي بتساعدنا. نيجي بقى للمرحلة الأهم، التنفيذ. إزاي ناخد الفكرة دي ونحولها لقطعة محتوى قوية الناس أول ما تشوفها ما تقدرش ما تكملهاش. وهنا لازم نتكلم عن ال SEO، وده مش بس الجوجل، ده التيك توك ويوتيوب كمان. الموضوع أبسط مما نتخيل، هم 5 خطوات. أولاً ابحثوا عن الكلمات المفتاحية الصح. ثانياً حطوا الكلمة دي في العنوان. ثالثاً انشروها في الوصف. رابعاً حولوها الهاشتاجات. وخامساً، ودي خدعة ناس كتير ما بتعملهاش، سموا ملف الفيديو نفسه بالكلمة المفتاحية قبل ما ترفعوه. ال5 خطوات دول بيخلوا الخوارزميات توصل المحتوى للناس الصح. بس في كام حاجة كده ما فيهاش أي نقاش، لو وقعت مننا كل المجهود اللي فات ده بيترمي في الأرض. أول وأهم حاجة الصوت أهم من الصورة، لو الصوت وحش المشاهد هيقفل فوراً. ثانياً جودة الفيديو والإضاءة طبعاً. ثالثاً المحتوى نفسه لازم يكون ليه قيمة. ورابعاً أول 5 ثواني لازم تخطف المشاهد.
وأخيراً الصورة المصغرة أو الثامنيل دي واجهة المحل، لازم تكون جذابة. طيب عملنا كل حاجة صح، معانا فكرة عظيمة وتنفيذ ممتاز، بس لسه في كام فخ كده ممكن نقع فيهم يضيعوا كل حاجة. لازم نعرفهم كويس عشان نتجنبهم. يعني تخيلوا معانا فكرة عبقرية وفيديو جودته عالمية، إيه اللي ممكن يخليه يفشل؟ للأسف في حاجات تانية كتير غير الفكرة والجودة هي اللي بتحكم، وتجاهلها هو الغلطة اللي أغلب الناس بتقع فيها. الأخطاء دي بنشوفها كل يوم. أول حاجة النشر المتقطع، يوم تنشر و10 لأ، الجمهور بينساك. تانياً القناة اللي ملهاش تخصص، اللي بتتكلم في كل حاجة في نفس الوقت، دي عمرها ما بتبني مجتمع متابعين حقيقي. تالتاً العناوين المضللة، ممكن تجيب مشاهدة مرة بس بتدمر الثقة للأبد. رابعاً نسخ المحتوى، ده غير إنه سرقة بيفقدك أي مصداقية. وأخيراً إننا نعمل المحتوى ونسيبه من غير ترويج، ده كأننا طبخنا طبخة حلوة وقفلنا عليها ومحدش دقها. وفي الآخر خلونا نرجع لفكرة مهمة جداً متلخصة في المقولة دي: الأفكار لا تنتهي أبداً طالما هناك جمهور. المشكلة عمرها ما كانت في قلة الأفكار، المشكلة في أننا بنبطل نسمع. طالما الناس لسه عندها فضول وأسئلة واهتمامات، يبقى الأفكار موجودة وملهاش نهاية. ودلوقتي بعد ما بقى معانا الدليل الكامل ده، السؤال الأهم: إيه أول فكرة هتبدأوا تحولوها لواقع؟ السؤال ده مش عشان الإجابة، السؤال ده عشان يكون نقطة البداية، لأن كل الكلام ده ملوش أي قيمة من غير تطبيق. يلا الكرة في ملعبكم.